النهاردة بقى ان شاء الله هنقدم لكم حاجة جميلة جدا جدا جدا، كلنا بنحبها كبار وصغيرين. الأكلة اللي محدش فينا بيختلف عليها، أكلة جميلة وموفرة ولذيذة وهترحمنا شوية من أكل بره للولاد بيموتوا فيه. فعلا أكلة، يعني ولا تقولي طبيخ ولا تقفي في المطبخ كتير ولا الكلام ده كله خالص. طبعا الفراخ غليت، فاحنا عايزين نعمل منها أكلات موفرة وجميلة وسهلة. هنجيب معانا كوباية دقيق وكوباية لبن وبيضتين ومعلقة سكر صغيرة، وهنبتدي ننزل برشة ملح خفيفة، والكلام ده كله نحط عليه حوالي معلقتين سمنة ونبتدي نربهم كلهم بالمضرب السلك العادي جدا. ولو القوام بتاعي مش تمام ممكن نزود شوية لبن صغيرين. نسيب العجينة ترتاح ونجيب كوباية كاتشب ونحط بودرة بصل، بودرة ثوم، بابريكا، مرقة فلفل اسود، بهارات السبعة، وننزل بالكلام الجميل ده كله على الكاتشب بتاعي ونبتدي نقلبه كويس جدا. الكاتشب ده كاتشب بيتي طبعا، وصفته موجودة معانا على القناة. هنحط كل التوابل الحلوة دي على بعضها وهنبتدي نحطها على الكاتشب ونقلبه كويس جدا مع بعض. طبعا الكاتشب ده كميته كبيرة، طبعا نحط معلقة عسل نحل على الوصفة بتاعتنا. انا بعمل كمية كبيرة وبشيلها في الفريزر، منين ما احب اتبل اي نوع من انواع اللحوم عندي بتبل بيها. وحطيت معلقة خل ومعلقة دبس رمان، وهبتدي التشكيلة الحلوة اللذيذة ديت بتاعت اي مشاوي او اي حاجة فيها تتبيلة، واقلبهم كويس جدا مع بعض زي ما انتوا شايفين كده سوا. بعد ما قلبنا المكونات دي كلها على بعض هنجيب الفراخ بتاعتي. ده عبارة عن صدر فرخة كامل قطعناه شرايح زي ما انتوا شايفين كده. طبعا قربنا نعرف الوصفة بتاعتنا اللي احنا بنحبها دي عبارة عن ايه، كلنا عارفينها طبعا. هنبتدي نحطها في بولة ونبتدي ننزل عليها بحوالي معلقتين او 3 على حسب كمية الفراخ عندي من التتبيلة. وقبل ما نحط التتبيلة بتاعتنا هنحط حوالي نص كوب من مية البصل، تمام، برضو على حسب كمية الفراخ اللي انا هعملها. وهبتدي انزل بالكاتشب اللي احنا تبلناه من قبل كده، ونبتدي نقلب المكونات دي كلها ونسيبها ترتاح هي والعجينة اللي احنا عملناها قبلها. تمام، زي ما انتوا شايفين سيبناها بقى في التتبيلة تاخد وتدي مع نفسها، وتبقى كده الريحة ما شاء الله لا قوة الا بالله، حاجة جميلة وموفرة والولاد بيحبوها جدا جدا. بعد ما سيبناها ترتاح ندخل بقى على المطبخ نعمل لنا كوباية شاي بنعناع محترمة، نفصل شوية ونروق دماغنا زي ما بيقولوا كده. احلى كوباية شاي بنعناع ممكن تدوقها. حطي الشاي وتحطي النعناع بقى جوه الكوباية وهو اخضر وجميل كده ويانع، وما شاء الله وبألف هنا. بعد ما شربنا كوباية الشاي بتاعتنا هنرجع بقى نعمل الغدا علشان خلاص الولاد جاعوا. هننزل بكل التوابل اللي احنا نزلنا بيها على الكاتشب قبل كده، هننزل بيها بكميات صغيرة على كوبايتين دقيق ومعلقتين نشا. وهنبتدي نجيب الفراخ بتاعتنا ونجيب مية متلجة، نكون متلجينها او نكون حاطين فيها تلج. هنجيب الفراخ وهنبتدي ننزل في الدقيق الاول، وبعد كده ننزل بيها في المية بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين انا ما بضغطش على الستريبس خالص، انا كل اللي بعمله ان انا بحطه فيه بالراحة جدا. وبعد كده ننزل في المية بسرعة ونبتدي نرجع نعمل غلاف تاني للستريبس بتاعنا علشان يدي المنظر اللي احنا بنشتريه من بره. تمام، زي ما انتوا شايفين كده بيدي تعريجة حلوة جدا. كل ما انا ما ضغطتش على الفرخة بتاعتي او جزء القطعة بتاعت الفراخ كل ما طلعت معايا التعريجة ممتازة جدا جدا. هنعمل الكمية بتاعتنا كلها بنفس الطريقة ونبتدي نخلص كمية الفراخ كلها، وبعد كده نبتدي بقى نقليها مع بعض. تمام، طبعا انا ما بعملش في دي وبعدين اقلي مباشرة، لا انا بسيبها علشان التعريجة كل ما سبتها كل ما بتبقى ظاهرة اكتر في الفرخة. تمام،
بعد كده في حلة، يا ريت حلة مش طاسة، ابتدي احط فيها زيت غزير وانزل بالفراخ بتاعتي واسيبها ما اقلبهاش غير لما تمسك حالها كده وتبقى متماسكة. زي ما انتوا شايفين ناشفة جدا وما شاء الله عليها، حاجة في منتهى الجمال. طبعا الكاتشب اللي احنا عاملينه قبل كده ممكن نعمل بيه كمان رز ريزو. هنجيب الخليط اللي احنا عملناه ونقلبه كويس في طاسة حاطين فيها زيت او سمنة، وهنبتدي ننزل ونعملها في كل الجوانب كده، وبعد كده نقلبها على الناحية التانية يطلع معانا احلى كريب ممكن تدوقوه. هنغلفها من الناحية دي ومن الناحية دي ويطلع معانا ما شاء الله عليه. نخلص كميتنا كلها زي ما انتوا شايفين ونحطها في طبق ونغطيه بفوطة علشان ما ينشفش معايا. وفي نفس الطاسة هنبتدي نعمل معانا احلى سندوتشات ممكن تدوقوها. اي حاجة في المطبخ حطيها، جبنة شيدر، لانشون، مستردة، جبنة موتزاريلا، كل الحاجات الحلوة دي على بعض ونشوحها يمين وشمال ويطلع معايا كده نعمله زي اللي بيتعمل بره بالظبط. حاجة فاخرة وبألف هنا وشفا. والسلام عليكم ورحمة الله.